سمكة بل علمني كيف اصطاد. ده هدفي يا جماعة من القناة، ان انا اقدم لحضرتك محتوى مفيد يساعدك في الصيد. فيا ريت ما تنسوناش من الدعاء بظهر الغيب. مكملين ان شاء الله في سلسلة تعليم صيد الغلة. النهارده هتكلم عن تظبيط العدة، الريشة، الرصاصة، المجور، ازاي تشتغل في كل توقيت بالعدة بتاعتك، العدة المناسبة ليها. طيب هنبدأ. اول حاجة هتكلم ان انت العدة المناسبة في اول الموسم معاك من اواخر 4 لحد اول 6 هتشتغل بالعدة زي ما انا هقول لك كده. قرب سنة كده يا عماد. بصوا يا جماعة، ريشة، تمام؟ هتشتغل بالريشة دي، تمام؟ وتاني حاجة الرصاصة الحموصة الصغيرة دي، أصغر رصاصة اسمها رصاصة حموصة عند أدوات الصيد دي، تمام؟ ومدور، أي مدور كبير صغير. سيب موضوع السلاحين دول، ده ليهم فيديو تاني لوحدهم عشان قصة تانية. يبقى ركزوا معايا يا جماعة. في أول الموسم هتشتغل بالريشة ورصاصة حموصة ومدور. عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر أنت هتشتغل في غرق قدام المراية لحد ما السمك يطلع معاك على المراية. في أوائل شهر 6 هو بدأ إيه؟ بقالي طالع أهو، بدأ يحضر على المراية. دي قصة تانية. يبقى بداية الموسم هتشتغل زي ما بقول لك كده، ريشة، رصاصة حموصة أصغر مقاس، ومدور. تمام. بدأ شهر 6 معاك وأنت بتصطاد، لقيت فيه السمك طالع بياخد من على المراية وسمك كتير. هنا يبقى أنت هتغير، لازم تشتغل تاخد السمكة من على المراية. ما تشتغلش في غرق دي خالص، شيلها من دماغك. يبقى كل تفكيرك انك تاخد السمك اللي انت شايفه فين؟ حاضر قدامك على المرايه. يبقى هنا هتعمل ايه؟ الريشه لو هتشتغل بيها هتصغرها، شايف دي كده؟ هتشتغل بنصها. او هتشتغل بالفله، اصغر فله موجوده في السوق. واضحه الفله؟ تمام؟ يا الريشه صغيره خالص، يا الفله اصغر مقاس. وهتلغي الرصاصه الحموصه دي خالص. هتشتغل بالمدور. المدور ده كبير هتصغره. هتجيب برضه، هتجيب اصغر، هات كده عمال، اصغر مدور موجود في السوق. ويا ريت يكون عسلي عشان الله بينزل بيلمع في الميه ما يفزعش السمكه. تمام. يبقى كده شهر 6 بدأ معاك، هتخف عدتك. يبقى هتشتغل بفله صغيره او ريشه صغيره والمدور فقط لا غير. وهتشتغل فين؟ هتشتغل قدام المرايه. ونركز يا جماعه في الكلمتين دول. عده الغله لازم تبقى ايه؟ خفيفه. ايه العله؟ انا بقول لك كده لما تشتغل على المرايه تخف عدتك خالص، لان انت بتبقى مجمع السمكه. هات الدور كده يا عماد. بص يا جماعه، الدور من تحت بين الحواشين في الاول خالص. السمكه اللي بيطلع على المرايه، يبقى انت لازم هتشتغل صح توقف السمكه تحت رجلك بين الحواش والحواش في القريب. فانت تعالى كده يا عماد، لازم تشتغل بعده خفيفه عشان لما تيجي تنزل بالغليتين والرصاصه والكلام ده ما يعملش صوت السمك يفزع منك. هو ده الهدف من تخفيف العده فقط لا غير، ان السمكه واقفه تحت رجلك. لما تيجي تنزل انت بالفله والغليتين السمك ما يفزعش منك. سمكه الغله هي سمكه الريمه، لكن بص لعده الريمه وعده الغله فرق شاسع. الريمه فله كبيره ورصاصه بلحه كبيره، هي السمكه واحده، بس طرق الصيد بتختلف. الريمه انت بتسرح بتاخدها ايه؟ من مسافه بعيده، مش هتحس بالقلق ده. لكن العله ان عده الغله بتبقى خفيفه، ان السمكه واقفه تحت رجلك. عايز لما تيجي نازل بالعده بتاعتك الميه السمك ما يفزعش، يفضل قاعد تحت رجلك. وان شاء الله مكملين في السلسله. والنهارده ان شاء الله باذن الله ربنا رزقنا بحاجه في الطلعه دي، ان شاء الله هصورها لكم. وباذن الله هحاول ان اصور على المباشر، والجو ده ان شاء الله اتعلمته، واحاول اقدم لكم فيديو كويس. النهارده طالعه بتاريخ
19/5 تقريبا، 19/5 ان شاء الله. ودعواتكم. تاني حتة يا جماعة النهاردة مية بقالها 3-4 أيام مريحة خالص واقفة، فده طبيعي في صيد الغلة، خصوصا إن لسه السمكة ما طلعتش على المراية كويس. السمكة لما تطلع على المراية كويس، حتى لو السمكة مش أكلة، في طريقة إن شاء الله كده هبقى أعلمها لكم، هتاخدوا بيها سمك المراية ده لطش، وإن شاء الله هتاخدوه بكميات كويسة، وطريقة فعالة هتمسكوا سمك كتير من على المراية لو السمكة مش واكلة. بس ان شاء الله خير، استنوا بس يجي اول 6 كده بإذن الله خير.